النهاردة هنعمل الفطير المشلتت الفلاحي الأصلي المورق بالسمنة البلدي بأسهل طريقة ومكونات بسيطة موجودة في كل بيت، وهيطلع زي بتاع الفرن بالظبط. يلا بينا. معانا هنا مقدار من الكيلو دقيق، طبعا تقدري تستخدمي أكتر أو أقل، ومعانا رشة سكر ورشة الملح بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهنبدأ نخلطهم مع بعض زي ما انتم شايفين. ونجيب بقى عندي هنا المية وننزل بالمية واحدة واحدة تدريجيا، ونبدأ ان احنا نعمل العجن بتاعنا بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان دي اسهل وصفة تقدروا تعملوها في البيت، كفطير مشلتت بالسمنة البلدي ويطلع مورق معاكي واحسن من بره كمان. هنا بعد ما عجننا ونزلنا بالمية ننزل برشة زيت، ممكن تنزلي بالسمنة، بس الطريقة اللي انا بقولك عليها دي هتديكي الطريقة الصح للفطير المشلتت. بعد ما عجناه سويناه كده زي رول، ونبدأ ان احنا نقسمه كور. انا عندي هنا الفطيرة الواحدة بتاخد حوالي 5 كرات من الكورة دي، يعني انا هعمل مثلا 2 فطير، هيبقى لازم اقطع حوالي 10 كرات زي ما انتم شايفين. بس طبعا عايزه اقول لكم ان اختيار الدقيق برضو مهم، يعني انا كان عندي هنا اختيار الدقيق مش افضل حاجه، بس بفضل الله طلع معانا كويس جدا. يعني اختاروا دقيق يكون كويس. زي ما انتم شايفين هنا طلعوا حوالي 8، وفي 2 تاني في حته تانية، وابدا ان انا اديهم كده شويه زيت على الوش عشان تدي للعجينه ان هي تبقى طريه معايا. وابدا ان انا افرد بقى كل كوره، اجيب الكوره الاولانيه وابدا افردها بزيت زي ما انتم شايفين كده. عادي جدا لو اتقطعت معايا بالشكل ده، عادي جدا، دي كده اول طبقه مش هتفرق معانا في حاجه، بس ان احنا لازم نكبر الفرد بتاعتنا كويس بالشكل ده. وابدا ان انا عندي يكون مسيحه زبده او سمنه، واحط ما بين كل طبقه ان انا افرد بيها بالشكل ده، وابدا ان انا اعملها مربعه كده زي ما انتم شايفين اهو. دي كده اول كوره معايا، واركنها على جنب زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. اجيب الكوره التانية وكذلك افردها فرده خفيفه، وتبقى طبقه رقيقه معايا زي ما انتم شايفين، وطبقه من السمنه اللي بفرد بيها اهو. وابدا ان انا اوسع الدايره بتاعتي بالعجينه، افرد بالشكل ده، واحط سمنه، وابدا اجيب الطبقه الاولانيه احطها من فوق، وابدا ان انا الكوره التانية اللي هي الطبقه التانية افردها على الطبقه الاولانيه، وهكذا في كل كوره. يعني انا بكبر العجينه بتخنها، دي بقى اللي بتطلع معايا ان هي تبقى مورقه معايا. انا بوريكم اهو برضو دي الكوره الثالثه انتم شايفين بالشكل ده. وهجيب بقى الكورتين التانيين اللي انا عملتهم اللي هم على بعض، هبدأ احطهم برضو في دي هنا، بفرد واحط سمنة، وبعد كده جبت العجينة بتاعتي الاولانية زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا بقى عندي صينية نكون دهناها من السمنة، والطبقات بتاعتي بتاعت اول فطيرة اللي هي 5 كرات، وابدأ ان انا افردها في الصينية بتاعتي. افرديها وما تخافيش خالص من كمية السمنة او الزبدة، ونرجع نحطهم في الفرن، يكون الفرن شغال على درجة 180، ويطلع معانا احلى فطير مشلتت فلاحي مصري خطير في البيت يا جماعة، خطير. اللهم بارك. بص لونه. في بقى تكاية احنا هنعملها دلوقتي، اللي هي بنجيب معلقة من الزبدة او من السمنة زي ما تحبي، وهي سخنة بالشكل ده. خطيرة يا جماعة، من كتر ما هي كانت خطيرة معانا انا نسيت اصورها لكم من جوه ان احنا قطعناها وما شاء الله كلناها على طول. ما تنسوش اللايك والشير.